اولا احنا خدنا القرار بالاجماع انا والساده اعضاء مجلس الاداره، لان انا متعود ما باخدش قرار من نفسي، وانا اخر واحد هتكلم، اسيبهم هم يتكلموا، لان انا متعود كده. لما كنت رئيس محكمه كنت على طول ببص للعضو اللي على شمالي وارجع اخد راي العضو اللي على يميني. وبعد مرور 30 دقيقه من اللت والعجن لسياده الموسيقار، نادي الزمالك ما استفادش اي حاجه ولا هيستفيد اي حاجه. نادي الزمالك ما هو الا بيضيع، والرساله اللي عمال يوجهها لحد على السوشيال ميديا ان هو بيعمل فيديوهات وان هو لا، جمهور الزمالك هو نادي الزمالك، سواء بتلم 650,000 700,000. لو عملت المدرجات 50,000 مشجع هيروحوا جمهور الزمالك 50,000 مشجع. جمهور الزمالك هو رقم واحد، سواء كان على اي انتماءات. الجمهور هو رقم واحد يا سيادة المستشار. انما بقى انت تطلع تقول انا اتحبست وقعدت شهرين او قعدت 3، لا انت ما اتحبستش، انت رحت المستشفى. دي نقطة. النقطة التانية والاهم واللي انا عايز اوصلها لك، ان انت ما اتحبستش عشان حد بيظلمك، انت اللي بتظلم نفسك، بل بالعكس انت اللي بتسب الخطيب، بتسب اخت الخطيب، بتسب الكبير والصغير في الدولة. الغريب في الموضوع ان اعضاء مجلس الادارة قاعدين وانا اكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن هو مش شايفهم، هم مش موجودين. الكاميرا عماله تروح وتيجي عليهم وهم قاعدين، وقال لهم ده انا هاخد رايكم واحد واحد، مفيش حد يتكلم. الموضوع كله ان ال 29 ولا ال 30 دقيقه هو اللي بيتكلم بس. هو بيحب الحديد، انا عارف الموضوع ده، ولكن شيء يجننك ان ده يكون رئيس نادي الزمالك. وانا مش عارف هو لحد دلوقتي مش رئيس نادي الزمالك، قاعد بيتكلم بصفته ايه. وخليكم فاكرين انا عندي راي، حنفي هيروح الماتش لان هو القرار مش بايده، هو الموضوع كله. كفايه كده خلاص. بس يا عم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.